في فيديو النهارده جايين نفتحه على باكج المنتخبات. بس لما تشوف فيديو كده صلي على النبي كلها واعمل لايك وفولو. في فيديو النهارده معناش فتحات كتير، فاتمنى بقى من البدايه كده تكون الحظ جميل، حظ مشرق مش حظ خرق المعتاد. طلع لنا اندو بدايه مش مبشره بالخير، فقاله خير. انا ان شاء الله هيجيلي شمايكل، كده كده هيجيلي شمايكل. ايه ده؟ متفائل. فتجيبي لي حد يا كونامي، تجيبي لي حد يا كونامي. ما جالناش حد كالمعتاد. انا بدات اتشائم الصراحه، بدات اتشائم. خير؟ لا والله لسه في خير، لسه في كومان جاي في الطريق، لسه شمايك، لسه حاجات كتير ومفيش حد كالمعتاد. بس انا هجيب الحظ من ما انا فقري، ما انا فقري. لسه في فتحات تانية، يعني لسه في شمايكل في الطريق، يعني لسه في كومان في الطريق، يعني في حد ان شاء الله حلو في الطريق بقى. يا كونابي بقى ارحمينا، الله يرحمك يا شيخ. مش كل باكج كده يا كونابي بقى ارحمينا. تقول لي ما انت بتفتح فتحات مجانيه، ما انا بقول لك انا ملك الفتحات المجانيه، ازاي ما يطلعليش؟ والله عيب في حقي يا جدعان، عيب في انا ملك الفتحات المجانيه، ازاي ما يطلعليش لاعب؟ يعني بقول انا ملك الفتحات المجانيه تقوم مطلع لي هايلايت؟ بقول لك انا ملك الفتحات المجانيه تقوم مطلع لي بنوتشي؟ ايوه كده يا عم، كده اول لاعب معانا من الباكج. كبته من الخط يا جدعان، اول لاعب اخيرا، وان شاء الله التانيين جايين في الطريق. مادام جالنا واحد فالحظ اسطوري. ده فتحوا فتحة بتاعت امبابي ونشوفه هل سيتيحة. يا عم خلاص، يا ظبطت في باكج هتظبط في التاني، ولا عمرها ظبطت في باكجين في حساب واحد الا مرة واحدة، حسام مبابي وفينيسيوس الشوطيم القديم. قبل ما ادخل على باكج شمايكل افتح لي الاربع فتحات اللي على باكج اوتاجارد في الحساب ده. وطبعا طبعا اوديجارد تتعادل اكتر من 10 مرات يا جدع. والله المهم الباكج ده لو ظبطت هتبقى مع اوديجارد هتبقى بداية حساب اسطورية. انت مش متخيل حسابها هيبقى قوي قد ايه وهو من الصفر. بس كالمعتاد مش لاعب، يعني أنا اتمنى والله انه يطلع. ده كومان. لا بقى، انا مش عايز اعلي صوتي اللي احنا بالليل، انا موطي صوتي عشان احنا بالليل. مش لا ما ينفعش كومان واوديجارد في حساب واحد. طب تفتكر يجي مبابي هنا؟ تفتكر 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 ما فيش خلاص يا عم، ظبط في باكجين هتثبت في التالت. ما خلاص احمد ربنا، الحمد لله. دي تاني مرة تحصل معايا ان يطلع لي 2 ايبكات من مجانيات في حساب واحد ورا بعض. انت متخيل؟ حساب جديد ولكن حساب بدايته كومان واوديجارد. انت متخيل كمان مثلا شهر ولا شهرين هيكون عامل ازاي؟ الفيديو ده جاب 100 لايك، الحساب ده ليكو والله زي ما بقول لك كده. فانت تعمل لايك بقى وسبسكرايب للقناه وتشير لاصحابك عشان الفيديو يوصل ل 100 لايك في اسرع وقت. تقول لي انت هتكمل تاني ليه؟ في يا عم الحاج شمايكل موجود في الباكجات، اسيبه مثلا؟ لازم يجي، وان شاء الله يجي، بس مش الفتحه دي، الفتحه الجايه يا سيدي. كنتش يعني في الفتحه دي ده شمايكل يا جدعان. لا بقى، انا ختمت الباكج. انت متخيل يا اسطى؟ شمايكل الاسطوره صاحب الكره الذهبيه، مش صاحب الكره الذهبيه، احنا ما نهبلوش. بس نفسي بقى مع شمايكل حد من امبابي. بس الفرحه ما بتكملش. ليه بقى؟ ليه ازاي لسه ما عملتش لايك؟ ازاي لسه ما عملتش لايك واحنا جبنا لك التلات لعيبه من غير ما يصرف ولا جنيه؟ طبعا اليوتيوبر اللي بيدفعوا 1000 و2000 او 3000 جنيه على باكج عشان يختموه عشان يجربوا اللعبه، انا هجرب اللعيبه من غير ما اصرف ولا جنيه. يا عم ده حساب فاضي يا عم، الحسابات الفاضيه دي اللي بتبقى توبات بعد كده اصبر عليها كده كام شهر. حسابي الاساسي كان بدايته لاعب من في تشكيله فاضيه، ودي مش اقوى تشكيله اتعملت من الصفر، في تشكيلات منها اقوى وحظها احسن من التشكيله دي. وانا مجرب اغلب اللعبه الايبك اللي بتنزل دي بالطريقه دي ومفيش احسن منها. مثلا بزهق من التشكيله دي او بزهق من اللعيبه دي ببيعها واكون جربت اللعيبه واستفدت منها برضو في نفس الوقت. وبس كده، معلش كررتكم في الفيديو لان انا كنتش اصلا مصور الفيديو ده، انا كنت جايب اللعيبه بس ما كنت كسل اصلا امنتج والحوارات دي. بس قلتلكم ان حساب كومان وادجار ده هيطلع لواحد فيكم بس الفيديو يوصل ل100 لايك. انت بقى تعمل لايك وتشير لاصحابك عشان الفيديو يوصل لللايكات دي في اقصر وقت. وصلى على النبي واذكر الله، واشوفكم الفيديو الجاي.